حلقة 5 الخدمة. أهلاً بيكم يا صحابي في حلقة جديدة. حاجة جميلة قوي إنك تتعب وتقدم خدمة لحد تاني، وكل التعب يهون، وكمان تتعب وإنت مبسوط لإنك بتخدم حد تاني. تعالوا كده نشوف أصحابنا يوسف ومريم عملوا إيه في الموقف ده. وزي ما شفنا أصحابنا يوسف ومريم إزاي ساعدوا مامتهم وهم فرحانين جداً وخدموا بمحبة، ده لأنهم سمعوا في الكنيسة قصة المسيح لما غسل أرجل التلاميذ. يلا بينا نسمعها ونتعلمها من الكتاب المقدس. قبل عيد الفصح وقتها كان الرب يسوع عارف إنه هيتصلب، وهو كان بيحب تلاميذه جداً. قام الرب يسوع من على العشاء، أخد فوطة وجاب مية وركع وابتدى يغسل رجلين تلاميذه. ولما جه الرب يسوع يغسل رجلين بطرس قال له: لا يا رب يسوع، ما ينفعش أبداً، أنت تغسل رجلي؟ لا مش ممكن. الرب يسوع قال له: يا بطرس، أنت دلوقتي مش فاهم اللي أنا بعمله، لكن بعد كده هتفهم. وبعد ما الرب يسوع غسل رجلين التلاميذ قال لهم: أنتم دايماً بتقولوا عليا المعلم والسيد، وأنا هو غسلت رجليكم بكل محبة وتواضع. أنتوا كمان لازم كل واحد فيكم يغسل رجلين إخواته. الرب يسوع لما غسل رجلين تلاميذه كان عايز يعلمنا إحنا كمان نخدم بعض بكل محبة وتواضع، زي ما هو السيد والمعلم وغسل رجلين تلاميذه. نعمل كده إحنا كمان مع إخواتنا وكل الناس اللي نعرفهم، نخدمهم بمحبة وتواضع. تعالوا نحفظ آية النهاردة: من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً. إنجيل مرقس أصحاح 10 وعدد 43. من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً. مرقس 10:43. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدوسوا على زرار اللايك
وكمان ما تنسوش تدوسوا على زرار الاشتراك عشان توصلكم الحلقات الجديدة أول بأول.